مقدمة قناة هيرسكوب. أهلاً وسهلاً بيك في قناة هيرسكوب، القناة اللي دايماً معاك بتوقعات الأبراج والطاقة كل شهر. لو أول مرة تزورنا ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. ولو من متابعين الحلوين نحب نقولك نورت بيتك التاني، نورت بيتك التاني. الحب والعلاقات. الأسد في أغسطس مولود في موسمه، وده معناه إن الحب هيبقى شغال نار. لو مرتبط العلاقة فيها دفء وشغف كبير، لكن كمان فيها تحديات لو في طرف مش بيعبر كفاية. ممكن تكون أنت الطرف اللي دايماً بيخطط ويهتم وبتحس إنك محتاج مقابل أكتر. الشهر ده مناسب جداً إنك تفتح قلبك وتتكلم بصراحة. لو أعزب في شخص هيجذبك من أول لحظة، بس حاول تمشيها خطوة خطوة وما تبقاش مندفع. في فرصة لحب جديد ممكن يبدأ من صداقة قديمة أو معرفة شغل، خليك منتبه. العلاقات القديمة ممكن تطلب فرصة تانية، بس اسأل لنفسك اتغيرنا ولا لسه بندور في نفس الدايرة؟ حافظ على كرامتك، بس افتكر إن الحب مش دايماً صراع، أوقات بيحتاج تنازل بسيط علشان يكمل. العمل والمهنة ده واحد من أهم شهور السنة في الشغل يا أسد، خصوصاً لو ناوي تغير أو تبدأ مرحلة جديدة. في فرصة ممتازة هتظهر فجأة، سواء من خلال ترقية أو شغل جديد أو مشروع كنت ناوي عليه من زمان. لو أنت بتشتغل في مجال قيادي أو إبداعي النجاح كبير قدامك، بس محتاج تركيز وتنظيم. أول أسبوعين في الشهر مثاليين للمبادرات، بعد كده الأمور هتحتاج صبر أكتر. لو عندك شراكة أو تيم حاول تسمع للناس اللي حواليك وما تبقاش ديكتاتور، علشان الطاقات حواليك محتاجة مرونة. في ضغط بس كمان في نتائج عظيمة، المهم تبقى فاهم إيه اللي يستاهل طاقتك وإيه لأ. المال. الفلوس في أغسطس محتاجة حكمة، لأنك ممكن تميل للصرف الزايد بمناسبة عيد ميلادك أو حبك للانبهار. في دخل إضافي جاي، سواء من شغل جانبي أو دعم من حد في العيلة أو علاقة. لو في استثمار بتفكر فيه استنى لحد نص الشهر وبعدها خد القرار. تجنب الديون الجديدة وحاول تظبط ميزانيتك، خصوصاً لو عندك سفر أو ارتباط كبير جاي. في فرصة تقوي دخلك، بس لازم تشتغل عليها بنفسك، مفيش حاجة هتيجي وانت قاعد مستني. الطاقة العامة. طاقتك عالية جداً أول 20 يوم في الشهر، خصوصاً مع وجود الشمس في برجك، بس كمان ممكن تحس بشوية عصبية أو اندفاع، فحاول تهدي وتوزن الأمور. آخر 10 أيام هيبقى فيهم طاقة مراجعة وتأمل، وده وقت مناسب تاخد فيه راحة وتعيد ترتيب أولوياتك. العناية بنفسك مهمة جدا الشهر ده، نام كويس، كل صحي، وخد بالك من طاقتك الجسدية والنفسية. اليوجا أو التأمل أو حتى الخروج مع ناس بتحبهم هيساعدوك توازن طاقتك. العلاقات الاجتماعية. في تجمعات كتير جاية، سواء حفلات، مناسبات أو مقابلات مع ناس مهمين في حياتك. في شخص من دايرك الاجتماعية ممكن يساعدك في حاجة كنت محتاج فيها دفعة. علاقتك بأهلك أو إخواتك فيها تحسن، خصوصاً لو حصل خلاف قبل كده، حاول تبادر بالصلح. صديق قديم هيرجع يظهر تاني، وده ممكن يبقى بداية وشيء مهم جداً عاطفياً أو مهنياً. حافظ على الناس اللي بتحبك بجد، وما تضيعش وقتك في علاقات سطحية مش بتضيفلك. كوباية، كوكب النصيحة ليك. الشمس بتقولك خليك قائد، بس ما تنساش تبقى إنسان كمان. الناس حواليك محتاجين يشوفوا إنك مش بس ناجح، لكن كمان بتسمعهم وبتقدرهم. ابني خطواتك بهدوء، وافتكر إن قوتك الحقيقية مش في السيطرة، بل في التأثير.